تعالوا نحكي حكاية علي. علي بتاع الظهر. علي ده هو الغضروف، ده قاعد بين فقرتين وعايش ملك. شغلته يمتص الصدمات زي مخدة الجل بالظبط، وعنده جدار قوي حواليه زي سور المدينة. طول ما السور ده سليم علي بيكون بخير ومفيش أي مشاكل، لكن لو حصل مشكلة بيحصل الانزلاق الغضروفي. أول نوع هو الانتفاخ. علي ده بيتنفخ شوية، بيعمل كرش صغير كده يضغط على الأعصاب اللي هي الجيران، ده بيسبب ألم خفيف لكنه موجود. النوع الثاني ان هو يحصل بروز، ياخد جزء اكبر. علي هنا بيزق على السور بتاعه لبره اكتر، لسه السور ماسك نفسه بس الضغط العصبي بيكون جامد والالم بيبتدي يكون مزعج. النوع الاخطر هو الهرنيشن او بنسميه الانفجار. هنا بيكون السور خلاص وقع والماده اللي جوه خرجت وداست على الاعصاب اللي جنبه، ويبدا يعمل كهرباء وتنميل والم نازل في الرجل. هنا بنسميه الغضروف المنفجر. طيب وايه العلاج؟ معظم الحالات بتتحسن بالراحة والعلاج الطبيعي والأدوية، لكن لو الكهرباء زادت أو الألم بقى مستمر ساعتها لازم دكتور عمود فقري يشوفك قبل ما علي ده يزعلنا أكتر. حاسس بتنميل، كهرباء، ألم مستمر في الظهر أو في الرجل؟ ابعت لنا، كلمنا أو زورنا فورا، وخد بالك من ظهرك علشان هو اللي شايلك حرفيا.